او هيتنصب عليك وتضيع عليك فلوسك. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي الا بالله، ورساله توعيه جديده ولانسر قرش. طبعا العربيه اللي معانا احنا نفحصها كده مع بعض، نفحص الصاج الخارجي، واضح ان انا عندي رش في السقف، نفحص الدواخل بتاعه العربيه، القوايم بتاعتنا، الزنب دي طبعا زنب بلدي معموله، هنشوفها ونختبرها كده مع بعض، فيها رش وفيها معجون، يبقى انا عندي شغل في القايم وشغل في العتب زي ما واضح معانا. اكيد العربيه دي اتعرضت لكارثه كبيره هنكتشفها مع بعض. شوف الناحيه الثانيه نفس الكلام، نفس المشكله في الذنب والدهان، وفي شغل في القايم. طبعا انا عندي كارثه كبيره في العربيه نكتشفها. شلنا الشلته بتاعه العربيه وشفنا عندي في شغل اسفل العربيه، وطبعا ده معجون اللي موجود قدام مننا. وطبعا هنرفع العربيه عشان نتاكد القطعيه اللي موجوده اسفل السياره. طبعا فيلتو ده راكب زي ما واضح قدام مننا، عربيه فيها شغل اسفل السياره ومغيره نص خلفي. طبعا اللي قدامنا ده كده معجون نتيجه تركيب النص الخلفي، بيطلع معانا زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ده كده تركيب نص خلفي عربيه لانسر قرش. طبعا احنا بنقول للناس افحص العربيه بتاعتك وتطمن على الفلوس بتاعتك، بدل ما تدفع فلوس في عربيه تبقى مغيره نص وما تعرفش ترخصها وفيها مشاكل في التراخيص زي ما واضح معانا في العربيه اللانسر القرش. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينه نصر. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.